سنتعرف في هذا المقطع عن النزال الناري الذي سيجمع بين المقاتل الداغستاني شرف الدين ماغوميدوف ضد المقاتل المجنون مايكل بيج. المقاتل الداغستاني شرف الدين ماغوميدوف المعروف بلقب شيرابوليت أو ذو العين الواحدة، ومقاتل روسي في فنون قتال مختلطة MMA، يتنافس في فئة الوزن المتوسط. يشتهر بمهاراته القتالية المميزة وسجله الخالي من الهزائم، كما يحمل سجلا احترافيا يتضمن عدة انتصارات دون أي هزيمة. الضربات القاضية: يتميز بقدرته على إنهاء النزالات بالضربات القاضية، مما يجعله خصما خطيرا في الحلبة. التنوع في الأساليب القتالية: يمتلك مجموعة متنوعة من التقنيات في الوقوف والأرض، مما يسمح له بالتكيف مع مختلف أساليب الخصوم. اللياقة البدنية العالية: يحافظ على مستوى عالي من اللياقة، مما يمكنه من الاستمرار في تقديم أداء قوي طوال النزال. بالإضافة إلى ذلك، يعرف شرف الدين بقصة فريدة، حيث يقال إنه فقد إحدى عينيه، ورغم ذلك استمر في مسيرته القتالية بنجاح، مما يجسد روح التحدي والإصرار. وأما المقاتل مايكل جيروم بريس بيج المعروف بلقب فينوم، هو مقاتل فنون قتال مختلطة MMA، يتميز بأسلوبه الفريد والمبتكر في القتال. ينافس حاليا في فئة وزن متوسط في منظمة UFC. أسلوب قتالي غير تقليدي: يعرف بيج بأسلوبه المبهر وغير تقليدي المستوحى من الكيك بوكسين والكونغ فو، مما يجعله مقاتلا صعب التوقع. السرعة والدقة: يتمتع بسرعة فائقة ودقة في توجيه الضربات، مما يسمح له بإنهاء النزالات بضربات قاضية مذهلة. الثقة في النفس: يظهر بيج ثقة عالية خلال النزالات، ويستخدم حركات استفزازية لإرباك خصومه. سجل احترافي قوي: حقق العديد من الانتصارات البارزة في مسيرته، مما يجعله واحدا من أبرز المقاتلين في فئة وزن المتوسط. بالإضافة إلى مسيرته الرياضية، أعلن مايكل بيج في نوفمبر 2024 عن اعتناقه للإسلام، حيث ظهر في فيديو مرتديا الجلباب المغربي ويريد ضد الشهادة، مما لاقى تفاعلا واسعا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن حدث عالمي جديد ضمن فعالية موسم الرياض بالتعاون مع منظمة UFC الرائدة عالميا في فنون القتال المختلطة MMA. وستقام النزالات المثيرة في أرينا في الرياض يوم 1 فبراير 2025 في ليلة ستظل عالقة في ذاكرة عشاق القتال. وسيجمع النزال الرئيسي بين المقاتل الداغستاني شرف الدين ماغوميدوف ضد المقاتل المجنون مايكل بيج. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء.